عن أنواع ومنتجات من الأكل وعن خطورتها. بحلقة الليلة الأكلة الأحب على قلب أولادكم، التشيكن ناجتس، كيف بتتصنع، شو بيدخلها. منتابع التقرير ورح نرجع نناقش. كل الأولاد بتحب الناجتس. بالمطعم بس تظهر العيلة بيطلبوا الأولاد ناجتس. بأعياد الميلاد وجبة الأطفال المفضلة ناجتس. بالبيت بس ما تعجبهم الطبخة منقليله الناجتس. المنكهات الاصطناعية بتحسن له طعمته، بس رغم هالشي كتار منا بحسوا إنه في طعمة غريبة. التجربة كتير بتختلف لما نعرف شو عم ناكل، والأهم لما نشوف كيف بيتصنع الناجتس قبل ما ناكله. مئات أفلام الفيديو على الإنترنت بتفرجي طريقة التصنيع يلي لو اختلفت بين مصنع والتاني ببعض التقنيات، إنما بتضل عم تنتج دجاج صناعي ممزوج مع بقايا الشحوم والجلد والعظم. وبتوصل الأمور ببعض المصانع لتخطي عملية الذبح الحلال بالذبح مباشرة على المكانات. الدجاج الصغير أو الصيصان بينحطوا بالنتافة هن وبعدهم عايشين، بيشيلوا الراس وبيضل الصوص بعظامه مثل ما هو، بفوت على مكنة تضغطه وبتشيل العظم وبيبقى القشر، وبعد ما ينشال الصدر والفخاد بيضل بقايا اللحم والشحم، وقشر العظم بينطحن وبيتحول لمعجون لونه زهري بيشبه الآيس كريم. بهالمرحلة بينزاد عليه منكهات اصطناعية ومواد حافظة مثل الصويا والفوسفات والنشا، والأهم بينزاد عليها مادة جلوتامات أحادي الصوديوم. هالمادة المسؤولة بشكل أساسي عن البدانة، بتحفز الدماغ على الأكل وبتتسبب بتعلق الشخص بالمادة يلي عم ياكلها، لأنه بتخلي الغدد تفرز محفزات الشهية. عدا عن الدراسات يلي بتربط بين هالمادة ومرض ربو الأطفال. هالمزيج من شحم ولحم وقشر العظم مليانة هرمونات بتساعد على نمو الدجاج بسرعة قبل ما تصير بجسمنا وتسبب لنا خلل هرموني وأمراض عديدة. الطباخ العالمي جيمس أوليفر خصص أكثر من جلسة توعوية للأطفال من عدة مدارس عن كيفية صنع الناجتس بالتحديد لتحفيزهم على الابتعاد عنه. What's the good meat? That or that? That. And what kind of meat is that? The hormone. Okay. حكي جالس اختبر ردود فعل طلاب مدرسة المركزية جونيي على مشاهد تصنيع الناجتس. الدهشة، المفاجأة، القرف، الغثيان والصدمة كانت واضحة على وجوه الطلاب. قرفنا لأنه بعدهم عايشين وكتير زعلني يعني إنه ما بعرف كيف فيهم يعملوها. أنا بطلت أحب الناجتس لأنه هيدا شيء مقرف لعولي نفسي. ببقى آكل ناجتس لأنه عن جد قرفت. ما كنت مفكر إنه الناجتس اللي بنحبهم كتير ضلنا ناكلهم بالمطاعم إنه هيك بالطريقة اللي بيعملون فيهم، كنا نفكره دجاج عادي. آخر مرة باكل ناجتس كنت آكل شوي بس هلأ بالمرة. أنا كنت آكل كتير ناجتس من قبل بس هلأ ركزت على الموضوع وما بقى آكل أبداً. قرفت كتير كأني رح استفرغ يعني. I will never eat it again. بحياتي بعد ما رح آكل ناجتس. صراحة كتير قرفت إنه ليك لوين وصلنا إنه شو عم ناكل نحن. إذا بنعرف 3/4 القصص اللي بناكلها بنبطل ناكل، من وين إذا بنعرف من وين عم تجي بنبطل ناكل. آخر مرة أكلت ناجتس كان فيها طعمة ليكويد أو شيء هيك، كانت كتير بتقرف سو ما بناكل ناجتس. نواي بقى آكل ناجتس. يعني أنا كنت آكل مرة بشهر بطلت آكل بحياتي. يعني شيء كتير مجوي، أبداً هو آكل ناجتس بحياتي. طعمة قرف، الزيت تبعها مقرفة منا طيبة. كمان وقتها بيعملوهم إذا وقعت على الأرض بيرجعوا بيلموها وبيعوزوها تناكلها. مش كانوا disgusting بس كانوا كتير طيبين. رح أرجع آكل ناجتس. هالتقرير هو بداية لفتح سلسلة تقارير عن الصناعة الغذائية وعن وجبات الأكل السريع وضررها على الناس بشكل عام والأطفال بشكل خاص. وبين الناجتس المقلية وبين طبخة البيت الصحية، الطلاب يلي شافوا الفيديو بلشوا يغيروا خياراتهم، وهيدا المطلوب لنبلش نغير بعاداتنا.